السلام عليكم. مسا الناس الكويسة. اهلا بيك من جديد صديق الصدوق. وبعد ما خلصنا احسن تشامبيونات في كل لين، المره دي هنتكلم عن اوحش التشامبيونات. وقبل ما نبدا احب انبهك وافهمك كلامي زي ما قلت لك قبل كده، انك ممكن تطلع تشالنجر باي تشامبيون في اللعبه او في اي لين ولسه عندك كلمتي. بس اللي اقصده في الفيديو ده ان التشامبيونات دول هيخلوك تطلع اصعب شويه، زي ما قائمه احسن تشامبيونات مش هتلعب بيهم وتكسب وانت قاعد بتلعب زي عنتر زبله كده. نفس الكلام كل التشامبيونات اللي احنا بنتكلم عليهم ممكن تكسب بيهم، بس الموضوع هيبقى اصعب عليك. فانت هتاخد الطريق السهل وتبطل شغل عبده حناكه ده وتبعد عن الشامبيونات اللي هنقولها هنا. اما بقى لو عايز تبقى في ليفل تاني خالص وتكسب بالشامبيونات دي كلها وتطلع في الرانك، هنا انت هتنزل على الزرار الجوين او الانتساب وتاخد الطريق السريع اللي هيقله وتبطل شغل عنتر الزبله وعبده حناكه اللي انت بتخش كل جيم تعمله ده وتقعد تجيبها على التيم بتاعك وانت اللي مش عارف تلعب اساسا. نخش بقى في الفيديو على طول علشان وقت سعادتك. اول تشامبيون معانا هو التشامبيون اللي كان بينيم التوب من الظهر. كان اول حاجه كده التشامبيون ده رينج التوب. علشان تلعب بيه لازم تتخلى عن التعاطف اللي عندك، ويا ريته على حاجه عدله. لا ده انت خدت نيرفات كتير. بص يا اسطى، اول حاجه هو اخد نيرفات لحد ما زهق لانه كان بروكن. التشامبيون كده ممكن يقلب البوت لين بتيليبورت واحده، او بالاصح كان يقدر يقلب البوت لين بعد نيرف التي بي. ميزه تانية عنده هي الالت في التيم فايتس اللي ممكن تعمل استن على الكبير. ومش بس كده، بس عنده حاجه تانية يعملها لانها الدمج بتاعها ما بقاش زي الاول. فباختصار لو عاوز التشامبيون تلعب سيف وتبقى مفيد في التيم فايت، العب تانكو وخد الرانك واسمعها من بابا بهوش. التشامبيون الجاي بقى معانا هو كمان التشامبيون كان عامل قلق والدنيا جت عليه، فوليبير توب. دبدوب مسعور بعد ما كان ماسك الليله في التوب والجنجل، بقى لا نافع هنا ولا هنا. التشامبيون صحيح كان بروكن، بس ماما ريتو قفشت فيه الا لما بقى دبدوب فعلا. بعد ما كان قوي في ال1 في 1 بقى بيخسر من اغلب التوب بلينرز. بعد ما كان بيمسك اي حد يلمحه ويمرجحه وبقى متعلم عليه من التوب كله. تشامبيون اول ما شم نفسه في الليثل تيمبو بقى كل يوم بياخد نيرف في شكل. التشامبيون اللي كان بيقدم لك حاجات كتيره بقى في ناس بيقدموا نفس الحاجات دي بس احسن شويتين ثلاثه. يعني لو عاوز تشامبيون قوي 1 في 1 خد فيورا اللي تعتبر قويه قوي دلوقتي. عايز تشامبيون تانك عندك تانكات على فمين يشيل. عايز تشامبيون ميكس كده تانك وفايتر عندك تامكنش وست بيعمل نفس الحاجه بس احسن بكتير في كل حاجه. فانت تريح دماغك وتروح تاخد التشامبيون ميتا مين اللي قلنا عليهم في الفيديو اللي في اللي فاتت دي واطلع في الرانك يا بيلي. متسابق تاني معانا على جايزة البجعة الدايخة لأوحش تشامبيون ممكن تلعب فيه في باتش 12.1 هو أولاف في الجنجل. التشامبيون اللي كان عن تيل الجنجل بقى هفا يا رجالة. التشامبيون ده كان اي حد بيقرب على الخنفسه في الايرلي اللي هي السكاتل بيعمل من فخاده بوفتيك. تشامبيون لو حاولت تجيبه 1 في 1 قول على نفسك يا رحمن يا رحيم، لانه لو قفشك وعكر فيك هيعمل وشك جزامه. اما بقى لو عملت حويط وحاولت تجري في الكيو بتاعته عليها سلو هيفشخك وهيقل منك جامد. اسمع مني. طب ما يجي واحد يقول لي ما ده ما هو فادي عضلات اهو كده ليه قوي بقى مش ميتا، مع ان الميتا دلوقتي بتفضل التشامبيونات الايرلي. اقول لك يا اسطى وببساطه يا مستر بيلي يا حبيب قلبي ان التشامبيونات الايرلي اللي في الميتا دلوقتي كلها كاونتر لاولاف، لانها ممكن تكسبه في الايرلي. يعني لو عاوز التشامبيون بيعمل كل حاجه اولاف بيعملها روح العب تراندل وهتعمل كل ده واحسن شويتين. من الاخر كده اولاف حاليا هو اغلب الميتا في الجنجل بس اوحش في كل حاجه. فلو انت عاوز تطلع في الرانك اولاف مش هيبقى احسن اختيار بالنسبه ليك. نسيب اولاف بقى ونكمل في الجنجل ومعانا الشجره السعيده هايفرين. التشامبيون ده اي حد بيلعبه يقدر يوصل للسلام الداخلي. التشامبيون بيخش يمسي على الرابتورز ومتعايش مع وحوش الجنجل عادي جدا وعنده حضور عالي في التيم فايتس وانه بيساعد اللينرز بتوعه ببساطه. هو كان سبورت بس يمشي في الجنجل، ولو انت مشغل دماغك معايا فانت المفروض تكون عرفت هو ليه ضعيف قوي دلوقتي. بص يا اسطى الميتا دلوقتي قاعد اقول لك تراندل وورويك والبغال دي تيجي انت تاخد ايفرين. انت عارف لو تراندل ولا وورويك لمحوا بس في الجنجل هيعمل فيه ايه؟ فانت تلم نفسك كده وتفضل قاعد في الجنجل وتحترم ان اي جنجلر اقوى منك 1 في 1. انا نسيت بس اقول لك انك كده هتسيب الدريكات في الاول فممكن يرضك ياخد سول ودي تبقى مصيبه حاليا في الباتشات الجديده دي. غير كده افتكر معايا مستر بيلي اقوى تشامبيونات. فاكر اما قلت لك ان الميتا دلوقتي اللي بيلعبوا سيف وبيلعبوا على الليد جيم الا في الجنجل؟ انت كده بتعمل العكس وهتضيع على نفسك ادفانتج كبيره زحليقه. بس على عكس اولاف في حاجات ممكن ايفرين يبقى مفيد فيها. بس عموما لو عايز تطلع في الرانك ابعد عن التشامبيون ده احسن لك وادعي لي بعدين، لان اي تشامبيون تاني انت ممكن تعمل بيه امباكت اعلى بكتير على الجيم. نسيب الشجره السعيده
بقى تقعد تاخد وتدي مع الرابتورز براحته. اما نروح للتشامبيون اللي بعده وهم 2 معانا في نفس الوقت وهم رايز وازير في الميد لين. بص يا اسطى علشان اكون صريح معاك، لو لقيت حد معاك في التيم واخد حد من دول اعمل دوج. بكلمك جد والله العظيم، اعمل دوج حتى لو هتنقص شويه LB من الدوج احسن ما تخش الجيم ده ويفرقعوا. تمام. الناس دي قوتها في الليت جيم وفي الميتا حاليا اغلب اللي ضدك هيبقوا حلوين. تاني حاجه بقى ان فكر نفسه مش بيطلع 80% من قوه التشامبيون ده، ما بالك بقى انتر زبله اللي نازل معاك 2 لو اتمكنت منهم هتعمل قلبان. بس في الخشب ايلو بتاعك احسن انك تعمل دوج ولا انك تخاطر وتخش جيم على واحد بيلعب التشامبيون هو شخصيا مش فاهمه. اما بقى لو بقى يعني طلع فيكر بسميرف في الخشب ايلو بتاعك وعرف يلعب التشامبيون ده، فمبدئيا كده التشامبيونات دي بتحتاج اسلوب لعب الناس فاهمه سواء منك او من التيم بتاعك، وطبعا مش هتلاقي حد عارف كده اساسا تحت الماستر، فانت وفر على نفسك وخد الحكايه من قصيرها. طب افرض يا بهواشي ان يجي معايا سميرفات وربنا رزقني وعرفوا يلعبوا حوالين ازير، ولا هتفرق في حاجه لانهم كتشامبيونات بعد كل النرفات اللي اخدوها علشان يبقوا معقولين مع الدماغ الرايقه، فخد لك 1000 جيم بكل واحد فيهم في لاي ايلو، فهم اتفشخوا في اللو ايلو. فلو بتحبهم عايز تلعب بيهم العبهم في النورمال، بعدين يبقى شوف بقى حوار انك تخش رانك بيطلع في الرانك لانك مش عايز تسمع كلامي وتلعب مال زهار وتاخد فري LB. سيبك من التشامبيونات دي بقى كده ونروح للي بعده وهي زوي. دي بقى واحده من التشامبيونات اللي لما بتيجي ضدك تاخدك انت والتيم بتاعك بنت كل، اول ما بتيجي معاك تلاقيها كلب بلدي. يا رب هات العون سليمه. الشامبيون كل حاجاته معتمده على سكيل شوتس، يعني يا تخش تسمير في الفايت يا تخش تضيع كل حاجه والحمد لله. الشامبيون اللعب بيه مالوش اي حدود. تقول لي ليه بقى حاطينه معانا هنا؟ اقول لك يا اسطى بص بقى زي ما قلنا الشامبيون ده صعب جدا، فانت علشان تلعبه هتبذل مجهود غير كده. زي ما قلنا الشامبيون معتمد على السكيل شوتس، فلو اي حد ضدك اخد عليك مينيون ادفانتج هتعاني انك تجيب فيه اي حاجه. ده لو انت كنت بتعرف اصلا تلاند حاجه اساسا وما بتقعدش تعمل سليب للمينيونز. ده غير ان الليت جيم بتاعها فيه ميد لينرز كتار احسن منها ومش محتاجين يعملوا نفس المجهود علشان يبقوا مفيدين للتيم بتاعهم. يعني زوي وحشه قوي كده يا بهواشي؟ زوي مش وحشه بس انت لازم تكون لعيب بيها، فانت لو لعيب بيها هتعمل بيها نوش في المابا كلها. اللي انا اقصده بقى يا اسطى انك المجهود اللي انت هتحطه في الزوي علشان تطلع رانك معين وتفهمها ممكن تحطه في تشامبيون تاني نص المجهود ده في اي تشامبيون تاني علشان تطلع نفس الرانك اللي انت فيه. ما علينا نسيب الميد لينرز بقى ونروح للاي دي سيز شويه. نبدا بافيليوس. بص بقى قبل ما نبدا كده روح بس ايه كده روح اقرا الباسيف بتاعته. خلصت مستر بيلي؟ عرفت ليه مش بيتلعب؟ اكيد انت ما رحتش. ما علينا، لو لسه فانت خليني اقول لك اول حاجه التشامبيون ده انت محتاج بس 500 جيم تقرا فيهم الباسيف وكمان 500 زيهم تتعود على الباسيف. بص انت اقعد لك سيزون كامل كده العب بيه في النورمال عبال تبدا تفهمه. خلصته وفهمته تمام. زي ما قلنا في ازير التشامبيون ده محتاج اسلوب معين منك ومن التيم. خلصته وعرفت تتصرف وتشرح للتيم بتاعك وهم فهموا يعني وعبدوا حنكه في نفسك تمام. تخلص كل ده بقى وتالت تشامبيون ضعيف اساسا في الميتا واي حد في البوت لين بيديه على قفا امه. طب اللي ضدك عبيط وعرفت تكسبه في الايرلي هتقعد تعمل انت دكتوراه في التشامبيون ده علشان تطلع شويه دامج. وجينكس اللي قدامك اللي ممكن تكون بتلعب يعني احسن منه وصلت للليت جيم وبتدوس كليك يمين واحده بس وبتطلع دامج اعلى منك. بص يا اسطى على بلاطه كده وصراحه التشامبيون ده ما تلعبوش الا لو انت عنتر زبله وعاوز تخش تعمل مونتاج وتسمرف في الايرن ولا حاجه كده علشان تعرف تكسب بيه. اما لو انت عايز تطلع في الرانك بجد روح على الليسته اللي عملناها من اقوى الاي دي سيز والعب حد منهم وريح دماغك. اي دي سي تاني معانا وهي الذبابه كاليستا فور لوز البوت لين. التشامبيون ممكن يفضل يكايت فيك لحد انت ما تزهق. التشامبيون من كتر ما كان قوي كان بيتلعب توب كمان ساعات ضد البيكات المتخلفه اللي فيه. وعلشان ما فيش حاجه بتفضل على حالها كاليستا دخلت في دوامه النرفات وقدرت ريو تحولها من التشامبيون يلطش لك قلمين في الايرلي وياكلك علقه في اللين ويفشخك في الليت. للتشامبيون بيتحط عليه ايرلي وليت. بص يا اسطى انت ممكن تكسب ناس في الايرلي بس لو عاوز حد تلعبه في الايرلي العب دريفن مثلا وهتلاقي هاو تو من دريفن بتاعه موجود على القناه علشان تعرف تتعلمه. اما لو انت بقى تحب الفزلكه وعاوز تلعب بيها فانت اي حد هيعلم عليك في الليت بالذات الميتا دلوقتي لانهم بيعملوا سكيلنج غشيم جدا. فروح العب جينكس ولا كيتلين واطلع في الرانك وادعي لي. نسيب بقى الاي دي سيز ونروح للسبورتات واول واحد معانا هو تام كينش سبورت. ايه يا بهواشي
انت مش قعدت تقول لنا ضفدعه المسعوره او بروكن ومش عارف ايه؟ اقول لك يا مستر بيلي بس اهدى على رزقك. هو بروكن بس في التوب لين فوق، اما بقى في السبورت تحت فعلى الله حكايته. الشامبيون لما بيغطس وينط على اللي قدامك مش معاه حاجه تطلعه، اول ما تخش بيه انت بس ممكن يتعمل لك كايت بسهوله جدا، اما يفضل بقى اللي قدامك يبيض عليك ويطلعك بره اللين. اما بقى لو انت عنتر زبله وهتخش وزي ما بتيجي تيجي، فانت لو اللي ضدك عنده ب 2 جنيه دماغ هيكون معاه مينيون ادفانتج وهتكربكو انت والايدي كاري اللي معاك. ومع الميتا دلوقتي كلها انشانترز فانت هتاخد على دماغك جامد. فلو حاولت تاخد طه ابو كرش في السبورت ده، لو انت بقى مين بقى عم طه فالعبوا في التوب لين وما توجعش دماغنا ودماغك. على عكس عم طه البروكن في التوب وضعيف في السبورت، التشامبيون ده لا نافع سبورت ولا في اي لين تاني. مستر جاليو التشامبيون كان حلو قوي لما ينط عليك علشان تعرف تعمل الطنط الجميله بتاعتك، اما دلوقتي فالانشانترز كلهم محدش هيخش عليك ويفضل يضربوك من بعيد وحاجه كده اخر رخامه. اما بقى لو حاولت تخش فانت بتخاطر لانك مش هتعرف تعمل الطنط بتاعتك بنفس الفعاليه لو كانوا هم اللي بيخشوا عليك. نوصل بقى للليت جيم وهنا انت هيبقى ليك لازمه، بس مع الميتا دلوقتي السبورت اللي كان اقوى منك في اللين في الايرلي هيفضل اقوى منك برضه في الليت برضه. في الحاله دي بقى انت هتمسح اللعبه وترتاح، يا انك تلعب سبورت من اللي قلنا عليهم في فيديو احسن 10 سبورتات. فلو عاوز تكسب اي تشامبيون وما يفرقش معاك، انت محتاج كوتشنج بابا وش اللي هيطلعك من خشبه ايله اللي انت استكيت فيه ده وحمضت فيه وتوصل للرانك اللي نفسك فيه. كل اللي عليك انك تنزل على زرار الانتساب او الجوين وتقدر تاخد كوتشنج يطلعك الرانك اللي نفسك فيه. ونيجي بقى لسؤال حلقتنا النهارده، ايه اكتر تشامبيون على الليسته دي نفسك ما يطلعش منها وما ياخدش بف مره تانية في عمره؟ وما تنساش بقى تاخد لفه في التشانل تعلم لك كام حاجه كده تطلعك في الرانك. وبكده الحمد لله وصلنا اخر حلقتنا النهارده، وبدون اي تاخير يلا بينا نطلع من الخشبه. يلا بينا.